يا روح هنا صليت وإلى الرحمات أتيت في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيت. روحك لاحتياج يومي، احتياج يومي انك تقرأ القرآن ولو مرة في اليوم، واحتياج كل ساعة اللي هي الصلوات الخمس كل كذا ساعة تصلي، واحتياج كل ثانية وهو ذكر الله. هذه الأيام أيام ذكر لله، أيام ذكر لله. في هذه الأيام التي فتحها الله اسمع معي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الحديث ده: ما من أيام ما تدورش هنا بس حصريا في العشر الأوائل من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يا ربي تخيلوا يا إخواني، أنا لما أعرف إن ربنا بيحب العبادة في الأيام دي قوي، بتحب الذكر يا رب، أنا مش هبطل ذكر فيهم يا رب. بتحب العبادة فيهم يا رب، أنا مش هبطل عبادة فيهم يا رب. اللي بيحب ربنا قلبه هيتحرك مع هذا الكلام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني دي أحب أيام إلى الله في العبادة، يبقى مش هيأذن لحد إنه يعبده فيها غير أحب العباد إلى الله. يبقى أنت عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا؟ شوف هيفتح عليك في العبادة فيها ولا لا. عايز تعرف ربنا بيحبك قد إيه؟ شوف هيفتح عليك في العبادة في الأيام دي قد إيه. الأيام دي عايزة استعداد يا جماعة، إحنا بنتكلم من قبلها بأسبوعين ليه؟ الموضوع عايز استعداد يا إخواني، الموضوع عايز تقرب إلى الله. هذا موسم تجار الآخرة، لازم انك انت تجهز نفسك، لازم انك انت تحضر نفسك، لازم انك انت تجهز قلبك. الايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام.